طبعا مكة جوها الطبيعة حار، وفي الصيف حار جدا، تصل درجات حرارة إلى 40-50 درجة مئوية. فأيضا إثراء تجربة الزائر بأنه ما يتعرض يعني للحرارة الشديدة وهو جالس يصلي يعرق. فموضوع التبريد موضوع يعني مرة مهم. نظام التبريد طبعا مساحات ضخمة، أعداد ضخمة، فجوا في الوحدات التبريد الداخلية حقت الحرم. بس هو لأنه شفط فالمفروض أنه ايوه انا حجيب دي صح، ما علينا، لا سليمه سليمه، حيجي يساعدني نحطه هذه هنا بس. هو بس. اوكي تمام. بسم الله بسم الله. ادعي انت بس، سوي دعاء. او نجرب دي 20 مكنه. يلا تعال تعال. ايش بتسوي؟ حجر حجر حجر. بس حطه هنا. ايوه بس ايوه ايوه تمام. يا سلام عليك. هذا الهدف اصلا. واو. مئات الوحدات تحت الارض، وتحتنا لسه كمان في انابيب حقت المويه البارده لتبريد الحرم بالكامل، علشان الزائر لما يجي يركز في المهم. طبعا كل اللي راح الحرم لاحظ انه البلاط حتى لما يكون في عز الظهر يكون بارد، ما هو حار، ما يلسع الرجل. السر هو في نوع هذا البلاط او الرخام. هذا رخام جايبينه مخصوص من تاسوس، هذه منطقة في اليونان، جبل في اليونان، جايبين الرخام من هناك خصيصا وتقطع. هذا ميزته انه يعكس الضوء ويعكس الحرارة. ومو بس حرارة البلاط، اتجاه البلاط مدروس. حتلاحظوا انه كل البلاط في الحرم متجه نحو الكعبة. ليه؟ علشان الان مثلا احنا في المسعى، لو أذن يعرفوا فين يتجهوا حتى لو ما حد شايف الكعبة. وهذا صعب هندسيا، يعني شوفوا الميلة دي علشان يهندسوا البلاط بهذا الشكل. فهو قرار ليس بناء على الأسهل ولكن الأحسن. كل البلاط اللي في الحرم يتم تقسيمه إلى زونز أو مناطق تتم مراقبته من قبل مراقبين، وبعدين معالجته. زي هنا دحين الأخ شعبان شغال على الترويب. أي مسام موجودة في الرخام يتم علاجها. فهذول من ايش؟ هذول اظن من الجزائر، رايح جزائر.